أعوذ بالله. أي إنسان مننا أكيد على مدار حياته اتعرض لموقف من المواقف المرعبة، أو حتى يمكن عاش أحداث تكاد تكون خيالية من كتر الرعب اللي هو عاشه. لكن خليني أقولك إن قصتنا النهاردة هي قصة شاب عاش أسوأ فترات في حياته، لأن الرعب ده حصل معاه في مشرحة قنا في الصعيد. بسم الله، نبدأ حكايتنا. خلينا نرجع بالزمن لسنة 2013 في محافظة قنا. وقتها صالح كان عمره 22 سنة. بيقول أبويا كان عنده أرض زراعية بيزرعها وأنا كنت بساعده فيها. وفي يوم من أيام صيف 2013 عدى عليا حسين ابن عمي، ووقتها كنت أنا بسقي الزرع في الأرض. قال لي إن في تقديمات للشغل في شركة أمن كفرد حراسة، ولما سألته عن التفاصيل قال لي إننا بنقدم الأوراق المطلوبة الأول، وبعدين الشركة هي اللي بتقرر هتوديك فين. يعني مثلا ممكن توديك معبد أو بنك أو مستشفى، أنت وحظك. ولما قلت له إني أفكر الأول ورد عليك، قال لي أنت لسه هتفكر؟ ده العدد محدود في التقديمات، وكمان هو أنت هتفضل عايش على شغل الأرض؟ قدم أوراقك يا واد عمي وربنا يسهل وتروح مكان كويس. حضر أوراقك وهعدي عليك بكرة. بعدها روحت البيت وما كنتش مهتم خالص بالشغل ده، وكده كده الأوراق المطلوبة معظمها كان عندي في البيت. تاني يوم عدى عليا حسين ابن عمي وقال لي يلا بينا يا واد عمي. وبالفعل خدت الورق واتحركنا لحد ما وصلنا عند مكتب التقديمات. المكان كان زحمة ومليان شباب بيقدموا، بس عرفنا الحمد لله نقدم ورقنا. وبعد فترة وانا واقف في الأرض بتاعتنا جالي تليفون من رقم غريب، ولما رديت لقيت حد بيقول لي انت صالح علي القناوي؟ قلت له ايوه يا فندم. قال لي انت ورقك اتقبل معانا، يا ريت تشرفنا في المكتب علشان تعرف مكان شغلك فين. رحت لحسين ابن عمي علشان ابشره انهم كلموني، ولكن لقيت حسين زعلان، وعرفت منه انهم قالوا له ان ورقه هو هيتأجل شوية لحد ما يتوافر اماكن للحراسة. زعلت جدا علشانه وطلبت منه يروح هو مكاني، لان اصلا هو اللي كان نفسه في الشغل ده من الاول. وقلت له بكرة نروح للمسؤول عن مكتب التقديمات ونشوف الموضوع ده هناك. وبالفعل تاني يوم رحنا المكتب وطلبت منهم ان ابن عمي هو اللي يكون في الشغل مكاني واوراقي انا اللي تتأجل. ولكن المسؤول قال لي لا طبعا، ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده. انت خلاص اسمك اتسجل وطلع لك كارنيه امن وتحدد لك مكان ومواعيد شغلك. وقتها رحت لحسين وقلت له معلش يا واد عمي، كل تأخيرة وفيها خير، وإن شاء الله هيقبلوا ورقك الدفعة الجاية. بعدها حسين مشي، وأنا قعدت علشان أعرف توقيت ورديتي والمكان اللي المفروض هشتغل كفرد أمن فيه. عرفت منهم إن ورديتي هتكون بالليل، وبصراحة فرحت بالتوقيت ده عشان أكون بالليل في الشغل وبالنهار في الأرض مع أبويا علشان أساعده. بس الفرحة دي ما كملتش، لأني عرفت إن المكان اللي هكون فيه بالليل هو مشرحة مستشفى قنا. أنا طبعا ما كانش قدامي حاجة أعملها غير إني أروح المكان، بس لو كنت أعرف اللي هعيشه في المكان ده أنا ما كنتش فكرت حتى أروح أقدم على الشغل ده. المكان كان عبارة عن مستشفى رئيسية على الشارع الرئيسي، والمشرحة كانت محذوفة بعيد عنها خالص، وكمان المدخل بتاعها من شارع خلفي. المهم عرفت كمان إن في 2 حراس غيري بيكونوا في المكان، بس كل واحد بياخد وردية 8 ساعات، وأنا ورديتي كانت من 11 بالليل لغاية 7 الصبح. أول أيام ليا في المكان عدت طبيعية، وتعرفت كمان على عم سعدة، وكان هو سواق عربية تكريم الموتى اللي بتنقل الميت من المشرحة توصله لأهله. كنا بنقعد مع بعض في غرفة حارس الأمن، وبعدها بيسيبني ويمشي على الساعة 12. وفي يوم من الأيام بعد ما استلمت ورديتي لقيت عم سعدة مجاش قعد معايا زي كل يوم، وبعد ساعة سمعت صوت عربية جاي من بره المشرحة ولقيته عم سعدة بعربية الموتى. قلت له انت كنت فين كده النهاردة؟
قال لي إن النهاردة الصبح كان في حادثة بشعة حصلت على طريقنا الصحراوي، وكمان للصدفة السيئة كان في حالات قتل جاية بسبب الطار، وهو كان مع عربيات الإسعاف بيجيب معاهم الحالات دي وعربيته اتبهدلت من الدم. بعدها قال لي إنه تعبان شوية وعاوز يروح، وسابني ومشي، وبقيت أنا قاعد لوحدي في غرفة الحراسة، ويا ريتني ما سبته يمشي. أنا عشت مواقف تشيب الشعر. حوالي الساعة 2:30 بالليل نور المشرحة كله قطع فجأة. طلعت جري من غرفة الحراسة ونورت كشاف موبايلي علشان أعرف إيه اللي حصل بالظبط، ولقيت حد واقف في الدور التاني ولابس أبيض بس ملامحه مش واضحة بالنسبة لي، وإزاز الشباك كان مفتوح. قربت أكتر من الشباك علشان أشوف إيه ده، ولكن ملقتش حاجة، وقلت في نفسي يمكن دكتور وجاي علشان الحادثة اللي حصلت النهاردة. اتصلت بعم سعدة وقتها وقلت له إن النور قطع في المشرحة، وقال لي لازم تروح تشوف سكينة الكهرباء علشان كل فترة بتنزل لوحدها. سألته عن مكانها، قال لي إنها جوه المشرحة عند السلم اللي بيطلع على الدور التاني. قلبي في اللحظة دي اتقبض، لأن أصلا المكان ده من ساعة ما جيت اشتغلت فيه وأنا عمري ما دخلت المشرحة من جوه. نورت كشاف موبايلي ودخلت الطرقة بتاعة المشرحة، وبقيت حاسس إن جسمي بيبرد رغم إننا كنا في الصيف، وشامم ريحة كلور في كل مكان، وحاسس بتقل في رجلي ومش سامع أي حاجة غير مية بتنقط. أول ما وصلت عند لوحة الكهرباء لقيت فعلا السكينة نازلة زي ما عم سعد قال لي، ورفعت السكينة والكهرباء رجعت للمكان. وأثناء ما كنت خارج عديت من عند الحنفية اللي بتنقط، رحت أشوف لو هعرف أصلحها، وكان فوقيها مراية. حاولت إن أقفلها كويس ولكن معرفتش، بس فجأة وأنا برفع وشي للمراية لقيت حاجة واقفة ورايا وكانت لابسة أبيض، حتى الراس كانت متغطية والوش مش باين خالص، كأنه عبارة عن سواد. استعذت بالله وبصيت ورايا ولكن ما لقيتش حاجة. جسمي اتكهرب وقتها وطلعت جري من المشرحة وانا بتنفض من اللي شفته. وقبل ما ادخل غرفة الحراسة لمحت نفس الشيء ده واقف في الشباك بتاع الدور التاني للمشرحة. ما اهتمتش بالموضوع ودخلت غرفة الحراسة وشغلت قرآن على موبايلي لحد ما زميلي جه استلم مني الوردية الصبح. بعدها استنيت عم سعدة على أول الشارع قدام المشرحة، ولما جه وقابلته حكيت له اللي حصل لي بالليل. أما طبطب على كتفي وقايل لي روح ارتاح دلوقتي يا ابني وهقابلك بالليل لما تيجي. المهم فعلا رحت على البيت، غيرت هدومي وطلعت على الأرض علشان أساعد أبويا، وما كنتش قادر خالص أتخطى اللي شفته بالليل. وبعد ساعات على الساعة 10:15 كده لبست هدوم الشغل وطلعت على المشرحة علشان استلم من زميلي. ولما وصلت عرفت من زميلي ان اليوم ده كان فيه مباحث وشرطة ودكاترة كتير في المشرحة، بس هو ما كانش عارف ايه السبب. استلمت منه الوردية وكلمت عم سعدة علشان اتأخر عليا، وقال لي ان هو مش هيقدر يجي لان بنته تعبانة وراح بيها المستشفى. وقتها سألته عن سبب وجود المباحث والدكاترة في المشرحة. قال لي بسبب وجود جثة مجهولة الهوية جوه المشرحة ومحدش يعرف عنها أي حاجة، جثة واحد مقتول، وحتى الآن محدش يعرف عنها حاجة ولا حد عارف مين صاحب الجثة. وقال لي كمان إن كل الجثث اللي كانت في الحادثة اللي حصلت وجثث الطار اتسلمت لأهلها واتدفنت إلا الجثة دي، عشان كده هتلاقي المباحث والشرطة كانوا موجودين وبيحققوا في الموضوع. بعد ما قفلت مع عم سعدة دخلت غرفة الحراسة، وبعد شوية حسيت المكان بقى فيه هدوء غريب لغاية الساعة ما جت 3 بالليل. كنت فاتح موبايلي وبقلب فيه، سمعت صوت باب عمال يفتح ويقفل، وكان الصوت جاي من جوه المشرحة. طلعت جري من غرفة الحراسة وقلت يمكن الهوا بيحرك الباب، بس لما بصيت حواليا على الشجر ما لقيتش فيه هوا بيحرك الشجر. وقتها قلت ارجع مكاني تاني، ولكن اول ما دخلت الأوضة سمعت نفس الصوت بيتكرر وجاي من المشرحة. قلت وقتها ابص على المشرحة واتأكد ايه الصوت ده.
ولفت نظري نفس الشيء اللي شفته قبل كده واقف عند شباك الغرفة اللي في الدور التاني، والصوت بتاع الباب برضه مش مبطل. وقتها فكرت ان ارن على عم سعدة، بس برضه قلت في نفسي الساعة 3:15 ما ينفعش ارن عليه في وقت زي ده. فكرت اطلع الدور التاني، ولكن افتكرت اللي حصل معايا قبل كده لما دخلت ارفع سكينة الكهرباء، وهنا فضولي دفعني وقلت ما يمكن ده دكتور ولا ممرض. وبالفعل قررت اني هدخل. وأثناء ما كنت بفتح باب المشرحة الرئيسي لقيت فجأة الصوت وقف، وطول ما أنا ماشي في الطرقة عمال أقول في سري أعوذ بالله أعوذ بالله، وشامم برضه ريحة الكلور وسامع صوت الحنفية اللي كنت بسمعه قبل كده. وفجأة اتخشبت في مكاني لما لقيت باب غرفة تلاجة الموتى مفتوح. قلت في نفسي يمكن النبطش اللي فوق هو اللي فتحها ونسيها، وبصيت عليه يمكن يعرف الباب اللي جاي منه الصوت، ولكن ما كانش فيه حد. رحت ناحية السلم وبدأت أطلع وأنا مرعوب لحد ما وصلت في الدور التاني. لقيت نفسي قدام باب خشب أبيض وعليه تراب كتير، وهي دي الغرفة اللي المفروض شباكها بيطل على غرفة الأمن. خبطت وقتها على الباب ولكن محدش كان بيرد. وقتها بدأت أفتحه بهدوء، واتفاجئت لما لقيت الأوضة دي كلها تراب وخيوط عنكبوت على جوانب الحيطة، يعني الغرفة كأنها مهجورة. وأول ما فتحت الباب بالكامل اتفاجئت بشخص واقف عند الشباك باصص منه، ولابس لبس كله أبيض كأنه لابس كفن. قلت وقتها بصوت خايف السلام عليكم. والمفاجأة إنه لف راسه كلها ناحيتي ولكن جسمه زي ما هو، ولقيت وشه كان شاحب وعينه كلها سواد ما فيهاش أبيض. وفجأة الكفن بقى بينزف دم كأنه كان فيه جروح قديمة واتفتحت، وأنا نبضات قلبي كانت هتقف من الرعب. قفلت الباب بسرعة وجريت على السلم، وحسيت بيه بيجري ورايا لدرجة إني وقعت على السلم، وكملت زحف لحد ما لقيت نفسي في الطرقة. والمفاجأة إن لقيت باب غرفة تلاجة الموتى مقفول. جريت على بره لحد ما وصلت لغرفة الأمن، وسندت إيدي على الحيطة علشان آخد نفسي، وبلتفت وببص على الشباك لقيته واقف نفس الوقفة عند الشباك، بس المرة دي وشه كان باين نفس الوش الشاحب والعيون السودة بالكامل. دخلت الأوضة وأنا مش مصدق كل اللي بيحصل، وشغلت القرآن في التليفون لغاية ما سمعت أذان الفجر، وبعدها النهار بدأ يطلع. أول ما وصل زميلي سلمته الوردية واستنيت عم سعدة بره لحد ما يجي علشان أحكيله اللي حصل، وقلت مش همشي من هنا غير لما أعرف إيه اللي بيحصل هنا. أول ما وصل عم سعدة حكيت له كل اللي حصل معايا في اليومين اللي فاتوا، وبالأخص اللي حصل بالليل، ولقيته متفاجئ جدا من اللي بيسمعه. بعدها قال لي تعالى ورايا، ولقيته راح لغرفة تلاجة الموتى وطلع مفتاح كان معاه وفتح وقال لي ادخل. أول ما دخلت حسيت برهبة شديدة. تخيل كده تكون داخل مكان كله أدراج حديد كبيرة وبيتحط فيه الموتى. بصلي وقتها وقال لي الجثة الوحيدة الموجودة في المكان هي الجثة المجهولة اللي قلتلك عليها، وهي لشخص لقوه مقتول في أرض زراعية وسط القصب، وقرب من درج حديد وسحبه ولقيت جثة متكفنة، وبدأ يفتح الكفن من عند راسه. ولما فتحه وبصيت للجثة اتصدمت لما لقيت نفس ملامح الشيء اللي شفته امبارح في الدور التاني في المشرحة. من بعد اليوم ده أنا سبت المشرحة ومشيت، وقلت في نفسي إني مش راجع الشغل ده مرة تانية، وقررت إن أزرع الأرض وأعيش منها أحسن ما قلبي يقف من الرعب ده في يوم من أيام المشرحة. سيبولنا رأيكم في التعليقات، واللي عنده قصة مرعبة ما ينساش يبعتها لنا. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة. وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.